عمرك كنت بتقرأ في الكتاب المقدس وسألت نفسك سؤال لاهوتي صعب ومفيش إجابة واضحة؟ طيب، تتخيل إن في موقع بيخليك تتكلم مع النص الكتابي نفسه؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلاً بيك في المنيو. هنساعدك تختار تتعلم إيه وسط بحر المواقع والمصادر اللي على الإنترنت. وحلقتنا دي عن موقع اسمه ثيوسوما. موقع ثيوسوما معمول مخصوص علشان يجمع بين ال AI والمعرفة المسيحية. يعني ببساطة ال AI بيجاوبك من خلال الكتاب المقدس والمراجع اللاهوتية المعتمدة. وده مش كلام عام، لأ، تقدر تدخل على الموقع وتعمل محادثة مع النص الكتابي نفسه، أو ترفع ملف PDF فيه بحث أو دراسة وهو يديك ملخص أو مناقشة من وجهة نظر مسيحية واضحة. وكمان الجميل فيه إنه مش منحاز لطائفة معينة، لكن بيقدم إجابات موثقة من الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية والأرثوذكسية مع بعض، وده بيخلي الحوار متوازن وغني ومبني على تنوع فكري حقيقي. الموقع واجهته الأساسية بالإنجليزي، بس ما تقلقش، تقدر تكتب بالعربي وال AI هيرد عليك بالعربي كمان. يعني الموقع بيخدم العرب والأجانب في نفس الوقت، وبيخلي الدراسة والتأمل متاحة لكل الناس أياً كانت لغتهم. وكمان في أدوات بتخدم الخدام بطرق مختلفة. خدام الشباب ممكن يستخدموه في تحضير مواضيع للنقاش والأسئلة الإيمانية. خدام المرأة والأطفال يلاقوا أفكار تعليمية وقصص وطرق توصيل مبسطة. خدام القيادة يقدروا يستفيدوا من أدوات التفكير والتحليل اللاهوتي السريع. الموقع فيه أقسام جميلة زي Chat with Bible الدردشة مع الكتاب المقدس، Upload your file ترفع أي ملف وتتناقش فيه، AI Experts تختار خبير AI متخصص في اللاهوت أو العلوم أو الفلسفة، ومقالات ولاهوتيات معمقة في الفكر المسيحي. ومن الحاجات اللطيفة كمان إن الموقع بيقدم شعار جميل جداً: To redeem knowledge، يعني نسترد المعرفة. وده يخلي الهدف مش بس التعليم، لكن كمان إنك تنور عقلك وروحك مع بعض. يعني باختصار، على موقع ثيوسوما هتلاقي 1. محادثة مع الكتاب المقدس، 2. ملخصات ذكية للأبحاث، 3. مكتبة فكرية متنوعة، 4. شخصيات AI بتجاوبك بطريقة علمية، 5. محتوى موثق من مدارس فكرية مختلفة، و6. إمكانية التفاعل بالعربي أو بالإنجليزي، و7. وأدوات للخدمة والتعليم في الكنيسة. جرب تدخل بنفسك على thiosoma.com واكتشف إزاي التكنولوجيا ممكن تخدم الإيمان مش العكس. قولوا لنا في الكومنتات تحبوا المنيو الجاي يكون عن موقع إيه؟ ولو منيو النهاردة أفادك، ياريت توصله لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام.